اخي وصديقي الشيخ ابراهيم الاخضر امام المسجد النبوي، نعم، جزاه الله خيرا، عمل راح اسس لاخواننا في الجزائر مسابقه قران كريم يعملوها كل 3 سنوات، مش كل سنه، كل 3 سنوات. فالقى كلمه في حضور رئيس الجمهوريه وهو رجل فاضل والناس، فقال انا اقص عليكم قصه. ولد فقير امه امرته ان يذهب لحفظ القران عند شيخ معين. نعم. فاخذ يعني استاذن من امه وتوكل على الله وذهب الى القريه التي فيها الشيخ. قال انا اريد ان احفظ القران. قال ليست بهذه السهوله. قال كيف؟ يعني قال عندنا العدد مكتمل، اما ان تتربص. ما معنى اتربص؟ قال يعني تتربص، تذهب يعني تكنس وتترش المسجد وتخدم تخدم البهائم وتسقيها وتعلفها والى اخره، وبعدين لما واحد يتخرج من المجموعه الموجوده تدخل مكانه. قال له او تجيب جنيه ذهب، نجيب واحد مكانك يعمل هذه الاعمال وانت تدخل. قال له انا وابي وجدي وعمي وكل قريه لم ترى الجنيه الذهب اصلا. مش يعني مش انا اجيب لك جنيه ذهب، ما هي لم تره، ما تعرف، هو لا تعرف ما معنى الجنيه. عاد الولد كاسفا حزينا كاسف البال، لا يقدر راجع لامه يعني. ففي الطريق جاء عليه الليل للمسيره 3 أيام، فغلبه النوم فجي تحت شجره حصن نفسه وتعوذ وصلى العشاء ونام. راى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. قال له يا بني عد الى الشيخ عند الصباح وقل له حفظنا القران. سبحان الله. قال له يعني وما الذي يجعل الشيخ يصدقني؟ ده واحد صاحب هوى. اعطيني اماره. جميل. اعطيني اماره اقول له باماره اي شيء يعني. قال له قل له الرسول يقول لك باماره زمرا زمرا. زمرا زمرا. فراح الولد وصل للشيخ على صلاه الفجر. قبل الصلاه طرق الباب، خرج الشيخ. جبت الجنيه؟ قال لا انا رايت الرسول وبلغني رساله. قال رايته؟ ماذا رايت؟ قال والله رايت انه قال لي عد الى الشيخ ليحفظك القران. وقص عليه القصص الاماره انه هكذا لم يقل لك شيء. قال باماره زمرا زمرا. فاكب الشيخ على الغلام يقبله وقبل راسه. تعالى يا بني، دخله جاب له قال له لا انا لن ابدا في حفظ القران اذا قصيت لي زمرا زمرا. قال اني رايت منذ سنوات النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له يا رسول الله حفظة القران العاملون به كيف يدخلون الجنه؟ قال زمرا زمرا. يا الله. اخي الشيخ ابراهيم اكرمه الله يقول وقف رئيس الجمهوريه. نعم. بس السيد عبد العزيز بوتفليقه هو رجل نحسبه يعني فيه صلاح كبير ما شاء الله. كان هنا قريب من الشيخ زايد الله يرحمه عليه رحمه الله. وقف وقال قررت ان تكون المسابقه كل سنه وكل المشاركين في هذا العام ياخذوا 50,000 دينار جزائري سواء يعني نجح في الامتحان ام الله اكبر. ما شاء الله.